اهلا وسهلا بيكم في تحدي 30 في المعرفة المسيحية. ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا لكم بتحدي جديد. اولا انتم وحشتونا كتير كتير، انا عارفة ان انتم بتحبوا تحدي 30 واحنا كمان بنحبه، فقلنا نعمل واحد كده ننعش فيه الذاكرة ونشوف انتم فاكرين قد ايه ومركزين قد ايه. اوكي، بس عايزينكم بقى تصلوا لنا كتير قوي الفترة دي عشان نقدر نستمر في ان احنا ننزل كونتنت كتير ونعمل مسابقات كتير برضو عشان كلنا نستفاد مع بعض ونشوف بقى احنا هنجيب قد ايه في التحدي ده. عايزه اقول لكم على حاجه، التحدي ده بيكون فيه فرصه ان انتم تجاوبوا قبل ما الاجابه تظهر على الشاشه، فانا عايزه قبل ما الاجابه تظهر على الشاشه تكتبوا لنا الاجابه الصحيحه وتعد بقى انت جبت كام في ال 30 سؤال. فخلينا افكركم ان التحدي ده عباره عن 3 مستويات ب 30 سؤال. اول مستوى هو مستوى سهل، تاني مستوى متوسط، التالت هو مستوى صعب. فيلا نبدأ، يلا بينا. الجولة الاولى 10 اسئلة سهلة زي ما قلنا. جاهزين؟ طب يلا بينا. يلا. في اليوم الاول قال الله ليكن نور، ولا صنع الله اليابسة، ولا صنع الله الجلد، ولا صنع الله النورين العظيمين؟ تفتكروا ايه؟ حد فاكر في اليوم الاول ربنا خلق ايه؟ صنع الله النورين العظيمين. برافو برافو. يلا على السؤال اللي بعده. ما هو الجلد؟ ايه الجلد ده؟ هل هو الارض، ولا السماء، ولا النجوم والكواكب، ولا الفراغ اللي هو بين السماء والارض؟ الجلد ده هو ايه؟ حد عارف المعلومة دي؟ يقول لنا. السماء هي الجلد. برافو عليكم. يلا بينا. السؤال الثالث. تدخل الرب بالطوفان وبلبلة الألسنة لكي يخيف الإنسان، ولا يؤدب الإنسان، ولا يبيد الإنسان، ولا ينتقم من الإنسان؟ تفتكروا ربنا عمل الحاجات دي ليه يا جماعة؟ كان غرضه إيه؟ إنه يؤدب الإنسان. برافو عليكم. بينا على السؤال اللي بعده. عندما سأل الإله عما حدث، ألقى آدم اللوم على حواء، ولا ألقت حواء اللوم على آدم، ولا ألقى آدم اللوم على الحية، ولا ألقى آدم وحواء اللوم على الحية؟ إيه اللي حصل؟ مين اللي ألقى اللوم؟ آدم. برافو، هو اللي ألقى اللوم على حواء المرأة. أنجبت زوجات يعقوب ال4 12 ابنة ولد واحد، ولا 12 ولد، ولا 12 ابنة، ولا 12 ولد وابنة؟ فاكرين أولاد يعقوب كانوا كام؟ 12 ولد اللي هم الأسباط، وابنة اللي هي كانت اسمها دينا. نزل يوسف لمصر غالبا ده كان في زمن الفرس، ولا بناة الأهرام، ولا الهكسوس، ولا البطالمة؟ تفتكروا كان في عصر ايه؟ حد عارف؟ السؤال ده صعب شوية. حد عارف؟ في أيام الهكسوس. برافو عليكم. يلا بينا على السؤال اللي بعده رقم 7. عندما نحضر القداس بنركز تفكيرنا فيه جمال الكنيسة، ولا أعمال الخير، ولا صلاة القداس نفسها؟ وإحنا في القداس بنبقى مركزين في إيه؟ حد عارف؟ سهلة أظن. في صلاة القداس نفسه نكون كل تركيزنا في الصلاة اللي بتتقال. برافو. السؤال التام. حياة التوبة يمكن أن تكون في لحظة واحدة، ولا طوال الحياة، ولا قبل الاعتراف مباشرة؟ أنت بتعيش حياة التوبة دي فين؟ يعني في اي وقت؟ تفتكروا تبقى في اي وقت؟ طول حياتك المفروض تكون عايش حياة التوبة. برافو. السؤال التاسع. عندما ذهبت المجدلية للقبر ظنت ان الرب ده واحد من الجنود، ولا البستاني، ولا الراعي؟ افتكرته مين لما شافته واقف؟ حد عارف؟ يقول لنا البستاني. برافو عليكم. السؤال العاشر في الجولة دي. قبل الله توبة بطرس لأنه كان يحبه أكثر من يهوذا، ولا عشان ندم وتاب، ولا عشان لم ينتحر ما انتحرش؟ تفتكروا ربنا قبل توبة بطرس عشان ايه؟ حاجة مهمة قوي يا جماعة، لأنه ندم وتاب على اللي عمله. برافو. نروح بقى على الجولة التانية وهي 10 أسئلة متوسطة. ركزوا معانا، يلا بينا. مرض البرص ده كان يرمز إلى الضعف، ولا النجاسة، ولا الفقر؟ زمان في العهد القديم اللي كان بيجيله البرص يقولوا عليه ده إنسان ايه؟ حد عارف؟ حد يكتب بسرعة.
نجس، النجاسة كان بيرمز للنجاسة. برافو عليكم. السؤال اللي بعده، من عند الصليب اعترف بأن يسوع هو ابن الله؟ ده كان اللص اليمين ولا الشعب ولا قائد 100 ولا بيلاطس؟ مين اللي اعترف بأنه ابن الله؟ حد فاكر؟ حد عارف الإجابة دي؟ كان قائد 100 لما قال حقا كان هذا ابن الله. برافو. السؤال اللي بعده، نحصل على مسحة الروح القدس في سر مسحة المرضى ولا الميرون ولا التناول ولا الكهنوت؟ احنا بناخد مسحة الروح القدس دي في سر ايه؟ حد عارف الإجابة دي؟ في الميرون. برافو طبعا في الميرون. السؤال اللي بعده، أعظم احترام للكتاب المقدس هو ان انت تحفظ الآيات ولا ان انت تقراه كل يوم ولا انت تنفذ كل ما جاء به ولا ان انت تحفظه في البيت تشيله عندك في البيت؟ ايه اكتر حاجة المفروض تعملها في الكتاب المقدس اللي موجود معاك؟ ان انت تنفذ اللي جه فيه، تنفذ الوصايا بتاعته. برافو. ما هي خطية آدم الأولى؟ هل هي العصيان أو المخالفة ولا الهروب من الله ولا إلقاء الخطأ على حواء ولا الشهوة؟ أول حاجة آدم أخطأ فيها دي محتاجة تركيز يا جماعة. حد عارف الإجابة؟ العصيان، المخالفة، بالظبط كده. برافو عليكم. أحب القديس أثناسيوس المسيحية لأنه قرأ عنها كتير ولا كان ليه أصدقاء مسيحيين ولا لأنه كره الوثنية ولا انتشرت الكرازة عن المسيحية وقتها؟ ليه قديس أثناسيوس حب المسيحية؟ لأنه كان عنده أصحاب مسيحيين، كان عنده أصدقاء مسيحيين. برافو. ظهرت الملائكة للرعاة لأنهم كانوا قريبين من بيت لحم فقالوا يظهروا، ولا عشان كانوا بسطة ولا عشان كانوا فقراء ولا عشان كانوا سهرانين؟ تفتكروا ليه الملاك ظهر للرعاة بالذات؟ كان في ميزة مهمة جدا عند الناس دي، لأنهم كانوا ساهرين، كانوا سهرانين فاستحقوا الظهور ده. ما معنى اسم يعقوب؟ معناه الصغير ولا يمسك بالعقب ولا المحبوب ولا المعاقب؟ اسم يعقوب ده معناه ايه؟ تفتكروا ايه؟ اتلخبط شوية. يمسك بالعقب، بالظبط كده، كان بيتعقب. ما معنى اسم جاد؟ معناه سعد ولا صخرة ولا تاج ولا الجيد؟ اسم الجاد ده معناه ايه؟ حد عارف؟ فكروا. سعد، معنى جاد هو سعد بالظبط. نروح السؤال الأخير، ما معنى اسم منتشل من الماء؟ ده كان معناه فرعون ولا نعمان السورياني ولا موسى ولا يوسف؟ معنى اسمه المنتشل من الماء. حد فاكر؟ السؤال ده محتاج تركيز. موسى هو اللي كان معنى اسمه منتشل من الماء. نروح بقى يا جماعة على الجولة الثالثة وهي الجولة الأخيرة، ودي 10 أسئلة إنما صعبة. يلا بينا، جاهزين؟ من ملوك مملكة إسرائيل؟ باشا، حزقيا، سنحريب ولا أخيش؟ مين اللي كان من ملوك مملكة إسرائيل؟ ركزوا، إسرائيل، أنا بتكلم على إسرائيل مش اليهودية، ركزوا. باشا. برافو عليكم. نروح على السؤال اللي بعده. من 70 رسول هل هو متى ولا مرقس ولا بارتيماس ولا بولس؟ كان من 70 رسول، انا مش بتكلم على 12، بتكلم على 70. ركزوا، مين ده يا ترى؟ مرقس ما كانش من ال 12 ولكنه من 70 رسول. برافو عليكم. من أصفار الأنبياء الصغار كان يشوع ولا مراسي أرمية ولا عموس ولا دانيال؟ مين في دول يا جماعة كان من الأنبياء الصغار في الأصفار؟ يعني السفر بتاعه كان صغير. كان عموس النبي. برافو عليكم، برافو. نروح على السؤال اللي بعده. من الأعياد السيدية الصغرى الرسل ولا الختان ولا الميلاد ولا البشارة؟ في أعياد سيدية صغرى وكبرى. مين الأعياد دي من الصغرى؟ حد عارف يكتب لنا الإجابة بسرعة؟ الختان كان من الأعياد السيدية الصغرى. برافو عليكم، برافو. من رسائل بولس الرسول هي فليب الثانية ولا تيتس الثانية ولا تسالونيكي الثانية ولا روميا الثانية؟ في دول في رسالة لبولس الرسول، حد عارف أنهي؟ في واحدة صح، حد هيقول لنا ويكتب لنا بسرعة؟ تسالونيكي الثانية هي دي فعلا من الرسائل، الباقيين دول مش موجودين، مفيش الثانية.
كم مرة ذكر يوحنا الحبيب اسمه في سفر الرؤيا؟ قال اسمه كم مرة في السفر؟ قالوا 3 مرات ولا 4 مرات ولا 5 مرات ولا 6 مرات؟ حد فاكر او عارف المعلومة دي؟ 5 مرات اتقال اسمه في السفر. برافو عليكم. سؤال 27، من ألحان البطريرك بي أويك ولا تنين ولا توما كاريو ولا جولجوسا؟ انهي لحن بدول بنقوله للبطرك؟ حد عارف؟ ها، توما كاريو. برافو عليكم. من كتب البابا شنودة الثالث، انطلاق السرعة كان اسمه ايه؟ ولا انطلاق الجسد ولا انطلاق الروح ولا الزمن؟ ركزوا دي سهلة. كان الكتاب اسمه انطلاق، ها حد هيقول لنا؟ الروح. برافو عليكم، كتاب انطلاق الروح للبابا شنودة الثالث. من مؤلفات قداسة البابا شنودة الثالث هي الرد على أريوس ولا النعمة ولا الصخرة الأرثوذكسية ولا بذل الذات؟ كتاب ألفه البابا شنودة كان اسمه ايه؟ النعمة. برافو عليكم، ده كتاب مهم قوي. نروح على السؤال الأخير، من تلاميذ يوحنا الحبيب ريانوس ولا بوليكاربوس ولا تيموثاوس ولا ديديموس الضرير؟ حد من دول كان من تلاميذ يوحنا الحبيب لما كبر في السن، كان مين؟ بوليكاربوس. برافو عليكم، برافو. احنا كده خلصنا ال30 سؤال، خلصنا ال3 مستويات. اتمنى ان انتوا تكونوا انبسطتم واستفدتم وراجعتم معانا ونعشتوا الذاكره كده. يا ريت تشيروا الفيديو ده في كل حته علشان الناس تستفاد معانا، وتصلوا لنا كتير عشان نقدر نعمل تحديات ومسابقات واسئله والحان، وتذكرونا في صلواتكم باستمرار. نشوفكم في فيديو جديد. باي باي.